بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبنائي طلاب الصف الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في درس مسجل جديد، وقبل أن نتعرف على عنوان درس اليوم نفتح الكتاب على التهيئة في الصفحة 24. نستمع إلى هذا النص ثم سنجيب على الأسئلة. لماذا تبدو حزينا يا جاسم؟ نعم يا معلمتي، أنا حزين لأني أغضبت أمي. وكيف حدث ذلك؟ طلبت مني أمي أن أرتب غرفتي قبل أن أخرج إلى المدرسة، فخرجت ولم أطع أمي. هل تعلم يا جاسم أن الله تعالى أمرنا بطاعة الوالدين والإحسان إليهما؟ قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عندما أعود إلى البيت سأعتذر لأمي وأقبل رأسها وأطيعها دائما. نمر الآن إلى الأسئلة. لماذا غضبت الأم من ابنها جاسم؟ أحسنتم، لأنها طلبت منه أن يرتب غرفته قبل أن يذهب إلى المدرسة، ولكنه غادر البيت ولم يرتب غرفته. طيب، ماذا قرر جاسم أن يفعل عندما يعود إلى البيت؟ قرر أن يطلب الاعتذار من والدته ويقبلها ويطيعها دائما. طيب، هل تتوقعون أن تقبل أم جاسم اعتذار ابنها وتسامحه؟ طبعا الأم حنونة بطبعها، لذلك ستقبل اعتذار جاسم، هذا مؤكد. نتعرف على درس اليوم. درسنا بعنوان بر الوالدين. القيمة التربوية لهذا الدرس: الإحسان إلى الوالدين. أهداف درسنا: أولا، أن نقرأ الحديث الشريف بطريقة صحيحة. ثانيا، أن نتعرف على معنى الحديث الشريف. فهل أنتم مستعدون؟ ممتاز، إذن فلنتوكل على الواحد الأحد. افتحوا أبنائي هذا الرابط الإلكتروني لتستمعوا إلى نص الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري ومسلم. نقرأ الحديث مجددا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري ومسلم. نمر إلى الأنشطة ونفتح الكتاب المدرسي على الصفحة 26. النشاط الأول يطلب منا أن نسمع الحديث الشريف شفويا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فماذا كانت إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ممتاز، قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. بارك الله فيكم أبنائي الأعزاء. نمر الآن إلى الهدف الثاني، وهو أن نوضح معنى الحديث الشريف.
حسن صحابتي يعني حسن معاملتي ورعايتي. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أولى الناس بالبر والإحسان هي الأم، لما لها من فضل كبير على أولادها، ثم حق الأب في البر والإحسان. نتذكر مع بعضنا نص الحديث. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. إذا كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ الأم 3 مرات في الحديث، وهذا دليل على مكانة الأم العظيمة ومكانة الأب كذلك، فلا ننسى فضل أبينا علينا. وهذا ما تسعى إلى ترسيخه دولتنا الحبيبة قطر، حيث تعمل دولتنا على ترسيخ الإحسان في معاملة الوالدين في جميع أفراد المجتمع، وهذا شيء محمود طبعا. نمر الآن إلى الأنشطة. نفتح الكتاب على الصفحة 27 لنشتغل على النشاط الثاني. مطلوب منا في هذا النشاط أن نلاحظ الصورة ونبين كيف نكون بارين بوالدينا. انظروا إلى حمد. حمد يطيع أمه وأبوه. ولؤلؤة تتأدب في الحديث معهما، ويهتم كذلك حمد بهما ويحسن إليهما، فعندما كانت أمه مريضة سهر عليها ودعا لها بالشفاء قائلا: شفاك الله وعافاك يا أمي. وقال دائما: اللهم اسعد أمي وأبي، فهو لا ينساهما من دعاء الخير. نمر إلى النشاط الثالث. السؤال يقول: لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم حق الأم في الصحبة 3 مرات في الحديث الشريف؟ الجواب: هذا الحديث يبين فضل الأم ومنزلتها، وأن الأم لها من الحق في هذا الجانب، وهو حسن الصحبة 3 أضعاف ما للأب. والمقصود بحسن الصحبة حسن المعاشرة والملاطفة والإحسان والبر، وذلك أن الأم تحملت الحمل وآلام الولادة، وكذلك الرضاع والحضانة، كل هذا شقيت به وتعبت. والأب كذلك هو سبب في وجود الإنسان، وهو الذي يبذل ويتعب، ولكن الأم تحملت زيادة على ذلك هذه الأمور 3 التي ليس للأب شيء منها. فهذا الإنسان عندما يكون في بطنها يعيش على دمها، وحينما يولد فإنها تقدمه على نفسها، وراحته على راحتها، وتفرح لفرحه وتتألم لألمه وحزنه، وإذا مرض مرضت معه، وإذا صار في المدرسة فكأنها هي التي تدرس، وإذا اختبر فكأنها هي التي تختبر. اللهم ارض عنا أمهاتنا وآبائنا، اللهم احفظهما، اللهم بارك لهما. لا ننسى دائما وأبدا أبنائي الدعاء لأمنا وأبينا. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم. لا تنسوا حل التدريبات والأنشطة وإرسالها على الكلاس دوجو، كذلك لا تنسوا أن ترسلوا إلي تسميع الحديث. في انتظار رؤيتكم قريبا. ما بقي لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.